جماعه اتفضلوا ارتاحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسه. ابدا الرول يا ابني. رول واحد، ليلى صلاح عدلي ضد احمد الدسوقي السيد علي. اياد لطفي حاضر عن المدعي. احنا اعلنا المدعي عليه اكتر من مره ومش عارفين له عنوان لحد دلوقتي، وده جواب التحريات من الاسم سعادتك بيثبت انه ملوش اي موطن معلوم. اتفضل يا ريس. تمام. شريف عبد العالي المحامي حاضر عن الاستاذ خالد دسوقي السيد علي شقيق المدعى عليه احمد. طلباتك يا استاذ. انا بتدخل هجومي يا سياده الرئيس، وبطالب برفض الدعوه ونفي نسب الطفل عمر لوالده احمد، وكمان بطعن بالتزوير في شهادات ميلاد ليلى وهاشم ونفي نسبهم لان بكل بساطه يا سياده القاضي المدعى عليه متوفي من 15 سنه. يا ترى في اي ادله او مستندات تثبت صحه كلامك ده؟ طبعا يا سياده الرئيس. اتفضل. الحافظه دي فيها شهاده وفاه المدعى عليه بدوله الكويت. يا سيادة القاضي المستندات دي أكيد مزورة. ما تتكلميش تاني من غير اذن. اتفضلي اقعدي. أنا آسفة. اكتب يا ابني. قررنا تكليف قلم الكتاب بالاستعلام من مصلحه الاحوال المدنيه عن المدعو احمد الدسوقي السيد علي، وبيان هل هو مسجل على قيد الحياه من عدم. وفي الحاله الثانيه إرفاق مستخرج حديث من شهادة وفاته من واقع بيانات المصلحة، والرد قبل جلسة 25 الجاري. نادي على اللي بعده يعني. احمد عرفان السيد احمد ضد منال عمر حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ده أنا هتجنن. هو مين ده اللي متوفي؟ أمال أنت اتجوزتي مين يا أختي؟ عفريت؟ الغريبه انه المحامي التاني ده كان بيتكلم وهو مالي ايده قوي. أنا هتجنن. ده بيقدم شهادة وفاة مزورة بكل فجر للقاضي، وكمان بيطعن في شهادات ميلاد عيالي كأنها مزورة بجد. هو غالبا بيستهلك كويس، يعني خلي توكلك على الله. طول ما معاكي الورق وماشيه دغري ربنا هينصرك ان شاء الله، ما تقلقيش. يا محمود ساكت ليه؟ هقول ايه؟ يعني مفيش حاجه تتقال بصراحه. ده انتوا لو مخبينه تحت الارض هجيبه. ولا توكل على الله من ايه عشان ما نقلش منك، الله لا يسير. ولا ما بقاش الا الحسالة اللي زيك يتكلم. حسالة فيه امشي من هنا يا. انت عارف انت بتكلم مين؟ امشي يابا. راح اتكلم انا نفسك. بتكلم خالد الدسوقي. على نفسك. انا خالد عايش لوحدك لاخر الدنيا. امشي يابا بتاعك دي. غريب قوي يا حاج. معلش يا محمود معلش. يلا يا جماعه عشان اوصلكم. لا ما تتعبش نفسك انت يا محمود، انا اوصلهم انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عارفة أفكر يا بابا. أصرف الفلوس اللي بعتها أحمد ولا استنى ولا أعمل إيه؟ مش لما نعرف الاول الفلوس دي جايبها منين؟ هنصرف على اولادنا من فلوس حرام؟ والنبي ما عارفة. ألو. أيوة يا تهاني. طب أنتي فين؟ طب هوصل بابا لحد البيت وأعدي عليكي. يلا سلام. هتروحي تاني؟ عايزاني، معرفش عايزة إيه. خير ان شاء الله. شكرا. يبقى تصبر عليها يا محمود لو بتحبها بجد، لأن أنت مش هتلاقي واحدة بتحبك وتخاف عليك قد تهاني. الظلم حرام يا ابن الناس. يا بنت الناس انا ما ظلمتش حد. صدقي وتمني بالله. لا إله إلا الله. انا عمري في حياتي ما عرفت اظلم حد في الدنيا دي الا نفسي. ابويا الحاج شرشر الله يرحمه كان حلمه هو طول عمره انه يدخلني كليه زراعه، مع ان انا بقى كان حلمي طول عمري من وانا عيل صغير ادخل هندسه القاهره، مش اي جامعه تانيه. نفسي ابقى مهندس على حق، مش معلم واقف في محل عصير.
فضلت ورا حلمي واذاكر وادح لغايه ما جبت المجموع اللي دخلني الكليه. بعد كده عملت حاول وقعدت اتشقلب لابويا عشان خاطر يرضى عليا. كان مقاطعني عشان ما سمعتش كلامه. شويه وتعب. نزلت اقعد جنبه. الله يرحمه توفى. مبقاش في قدامي اي حل غير ان انا اضحي بحلمي وامسك شغل ابويا والمحلات عشان خاطر فلوس ابويا واخواتي وامي. بعد كل ده مش من حقي يبقى لي عيل. حته عيل يورث ده كله. بلاش يا ست يورث. عيل استند عليها مبطل. لا طبعا يا محمود، من حقك اكيد يبقى لك عيل، بس هتعيني اتسندت عليك اهو. وايه اللي حصل؟ اوعي تفتكري ان انا حيطه مايله. ده انا جبل والكل قاعد على ظهري. يبقى قرارك بقى يا ابن الناس. يا تقف جنبها وتسندها بجد، يا تبقى لا مؤاخذه بقى ندل وواطي، وساعتها بقى ما تعمليش دور الضحيه تقول انا شايل جبل فوق راسي. انت ما بتكلمنيش انا يا ليلى، انت بتكلمي احمد فيا. وعلى فكره بقى، احمد مش قليل الاصل. احمد اصيل وابن اصول ومحترم ومتربي، وهيرجع قريب بامر الله. انت تعرف حاجه يا محمود؟ انت مش قلت انه بعت فلوس؟ طالما بعت فلوس يبقى انتوا لسه في دماغه وبيفكر فيكم. طالما لسه في دماغه يبقى اكيد راجع قريب بامر الله. لا والله. يا محمود بعت فلوس، بعتها بعد الهنا بسنه. على فكره انا نفسي احمد يرجع اكتر منك مليون مره. اوعى تفتكر ان هو سهل عليا ان انا اصحى من نومي وامد ايدي جنبي عشان اطمن على جوزي والاقيه اختفى هو وال10 سنين عشره. احمد مشي وسابني وفي رقبتي 3 عيال شايلاهم لوحدي وبطولي. هو الواحد في الدنيا دي كلها عارف انا شايله ايه وعارف ظروفي عامله ازاي. وامر الله هيرجع. وبامر الله كل الايام دي هتتنسي والايام الحلوه كلها هترجع. يا رب يا محمود. بس انت دور كلامي تاني في دماغك بخصوص تهاني. ربنا يكتب لكم الخير ويبعد عنكم اي شر يا رب. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. عايز حاجه؟ انت ما شربتيش حاجه؟ لا معلش، عايزه الحق ارجع للعيال. بالسلامه انت. تبين من المستندات الرسمية المقدمة من السيد خالد الدسوقي ومن واقع إفادة مصلحة الأحوال المدنية ثبوت وفاة أحمد الدسوقي السيد علي. ازاي؟ وبناء عليه حكمت المحكمة برفض الدعوة وإحالة المستندات المقدمة من السيدة ليلى صلاح عدلي والمتمثلة في شهادات ميلاد كل من ليلى أحمد الدسوقي السيد وهاشم أحمد دسوقي السيد للنيابة المختصة باتخاذ شؤونها بشأن اتهام السيدة ليلى بالتزوير. أنا زورت، أنا اللي مزورة. طب إزاي؟ اسود، إزاي يا بابا؟ هنعمل إيه؟ في حاجة غلط وهنتصرف. إزاي يا ست القاضي بس يا الحقني يا اكرم، في مصيبه. مصيبة ايه؟ ليلى هتتحبس يا اكرم. طب اقفل انت كده وانا هشوف ايه الموضوع. يا جماعه صعب جدا يكون في تلاعب، لان شهادات الوفاه اللي بتصدر من اي دوله تانية بتاخد تصديقات من جهات كتير بره وجوه مصر، فمش منطقي خالص انها تعدي على كل الجهات دي وهي مزوره. ازاي يا متر بس الكلام ده؟ يعني احمد عديل اللي انا عارفه المحترم الطيب يطلع مزور ازاي؟ مش وقت الكلام ده. المهم بس هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ أول خطوة لازم نتأكد إن شهادات ميلاد بتاعة الولاد ليها أصل في السجل المدني ولا لأ. طب ما يلا يا اختي، يلا يا عمي، يلا نلحق وقتنا ونروح هناك. لا شايلينك دلوقتي عاوز انا هروح مع ليلى. ازاي ده احنا اهل، يلا بينا. ازاي؟ خلاص يا ياسر، أنا هروح أنا وبابا. ماشي خلاص يلا يا بابا. سلام ربنا عليكم. معاكم. يلا سلام. مع سلام يا السلامة. عياد. يلا بينا بس يلا. عايز حاجه يا متر؟ السلام عليكم. كان نفسي اخدهم في حضني لحد ما اشبع منهم، بس ما حدش حس بيا، كانوا نايمين.
احنا لسه فيها. تعالى يا عم نرجع واحكي ليلى على كل حاجه من دلوقتي. خلي بالك المغرز اللي هتعمله فيها ده مش هيبقى سهل. لا لا لا، خلينا مش فاهمه حاجه احسن على الاقل دلوقتي. احيانا الجهل بيبقى نعمه. والله يعني انا رايي طالما كده كده هتقول لها مش هيفرق تقول لها دلوقتي ولا لما ترجع. وهتكون مش ناوي ترجع. محمود انت بجد بتفكر فيها كده؟ انت مش عارف انا كل سلمه كنت بنزلها كنت بدوس على قلبي؟ هرجع وهنعيش مع بعض، بس اخلص اموري. محمود والنبي عشان اخوك، ليلى والولاد امانه في رقبتك. بتقول ايه يا جدع؟ في رقبتي طبعا، كانك موجود بالظبط ومش هينقصهم اي حاجه، مع ان اكيد مش هعرف اسد فراغك طبعا. حبيبي يا صاحبي. ازيك يا ليلى؟ فين محمود؟ في ايه يا اختي مالك؟ اوعي. فين ابنك؟ انت كل يوم تنطينا زي فرع علوز. ما قلنا لك ما نعرفش حاجه عن الزفت جوزك ده. حلي حسابنا بقى. ابنك المحترم قوي، الراجل بزياده اللي انت فرحانه بيه، متفق مع جوزي النصاب وموالس معاه عليا، ها؟ عشان يروح يقول له كل حاجه، وانا مش ماشيه من عندك هنا غير لما تدليني عليه. ابني راجل غصب عنك وعن اللي خلفوكي، وانت يا سي صلاح واقف تتفرج على بنتك وهي بتقل ادبها علينا بدل ما تلقحها قلمين على سلاح هيفوقوها. انا بنتي ست البنات كلهم، وبعدين كرامتها من كرامتي. ده لنا محمود بقى، خلونا نقول له كلمتين قبل ما نمشي. محمود مش هنا يا عمي، سافر الاسماعيليه شقر على الارض. لا يا شيخه، سافر مره واحده وكان لسه الصبح معايا في المحكمه، وبدل ما يقف معايا فص ملح وداب وقفل تليفونه وجري على حبيبه احمد عشان يحكي لي كل حاجه، مش كده؟ لا لا لا، ما قفلش التليفون، هناك يا اختي في الارض الشبكه وحشه. لا تليفونه فيه شبكه، وكلميه من عندك يا تهاني، عشان انا مش همشي من هنا غير لما توصليني بيه، عشان لما وصلتلوش انا هتحبس. يا اختي بقول لك هناك ما فيش شبكه، اكلمهولك ازاي؟ طب جربي من تليفونك دلوقتي قدامي. ماشي يا ليلى. وريني بقى. صدقتي؟ لا ما صدقتش، وهطلب تاني. ورايا غيركم؟ الرقم المطلوب مغلق. تمام، بس والله لو اصلي ومش ساكته. ماشي يا ام محمود، يلا يابا. يلا يا حبيبي. انا هدخل لمحمود. هو صحيح الكلام اللي بتقوله ليلى ده يا محمود؟ انا اتغشيت فيه زيها بالظبط. يعني انت ما كنتش تعرف ان هو نصاب وساعدته وداريت عليه لحد ما غش الغلبانه دي؟ اعرف منين؟ طب ولو انت مش عارف متداري منها ليه كده زي اللي عامل عامله؟ هطلع اقول لها ايه يعني؟ اتضربت على قفايا؟ ده انا لو حلفت لها على الميه تجمد مش هتصدقني. ماشي يا محمود، احلف لنا يا اخويا وانا هصدقك. بقول لك ايه؟ انا مش فاضي للجو اللي الغريب اللي انت بتعمليه ده. تهاني. ايوه يا محمود. التليفون بتاعي فين؟ هنا اهو. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بدور على اي حاجه توصلني للنصاب ده. دي اصولات قديمه وفواتير بضاعه وبتاع، مش هتلاقي حاجه يعني.
مفيش نصاب يا بابا ما بيسيبش وراه حاجه، ادعي لي والنبي بقى. طب يا حبيبتي ربنا معاكي. حواله من مصر؟ مين ابعت له حواله من مصر؟ بريهان فؤاد القاضي؟ مين دي؟ محمود يا شرشر، لو فاكر ان انت تفضل هربان مني اقول لك ان انت اهبل. هجيبك انت وهو واديني لازمك. ازيك يا أما؟ الحمد لله يا حبيبي. اعمل لك قهوه معايا؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك. قعدتك طولت يا محمود. مالك يا ولا فيك ايه؟ ايه يا أما؟ زهقت مني ولا ايه؟ حد يزهق من روحه. فاكر يا محمود اما ابوك قام عليا وحدفني بالجزمه في وشي؟ وقتها كنت ابن 14، لكن اسم الله عليك وقفت له ولا ما اكون في ال30. شخطت فيه وقلت له ازاي تعمل في امي كده؟ دي جزاتها انها شايلاك وشايلانا. ما خفتش ولا كشيت من ايد ابوك الطرشه، ورغم ان حالتي ما كان يعلم بيها الا ربنا، لكن زغرطت من قلبي. فرحت ان انا خلفت الراجل على حق. وفري كلامك يا أما. ابنك هيعيش راجل ويموت راجل. ما هو ده المشكل. جدعنتك بتطمع الناس فيك. احمد ولا مش عارفه اسمه ايه ده من ساعه ما طلع لنا في المقدر وانت شايل همه ومصدر له في الشغل والجواز، ولو انه طلع خسيس وواطي ما يستاهلش. فك نفسك منه واخلص من المصيبه السوداء اللي انت فيها دي. يا ست الكل، احمد ده صاحبي. وبعدين يعني لو مفيش حد في الدنيا دي بيغلط ما كانوش حطوا فوق القلم استيكه وانا وقعدت اقف جنبه. يرضيك ابنك يخلف وعده؟ هتجنني يا ولا. وعد ايه اللي رابط روحك بيه؟ دي فيها محاكم وقضايا، وساعتها بقى هيسيبوا اللي ذبح ويمسكوا اللي سلخ. تشغليش بالك، بكره كل حاجه ترجع لاصلها. اشربي انت قهوتك كده وروقي. دماغك ناشفه. ما بتردش عليا ليه يا اكرم؟ انا اللي محطوط في وش المدفع، ولو شايفني الصاحب الجدع معاك فانت لسه ما شفتش قلبة الوش. ضروري نتقابل وترسيني على الحوار، واعمل حسابك انا مش هستنى كتير. الله، هو انتوا اتقابلتوا مع بعض تحت ولا كنتوا فين؟ اما الولاد فين؟ الاكل جاهز ولا ايه؟ اكل ايه؟ انا طالباك اكتر من 10 مرات ما بتردش على التليفون ليه؟ في ايه؟ لا انا بس كنت في مشوار كده. مشوار ايه بقى؟ وبابا تعبان ليه؟ في ايه؟ مالك يا حبيبي في ايه؟ انا ما فيهاش حاجه، ما انا كويس ومتزفت قدامكم اهو. بطلوا تسالوني كل شويه. انا هقوم اتوضى. خش يا عم صلاح خش. تعالى هنا فهمنا، انتوا كنتوا فين؟ استنى اخش جوه. حطي حاجه عليك، حط حاجه عليك. ايوه حاضر حاضر. ليلى صلاح عدلي موجوده لا هنا. حضرتك هي بالها يومين ما جاتش عندنا، هي في بيتها هناك. ليلى جوه ساعه البيت، جوه عند الحمام كده. ليه كده؟ ليه كده منك لله؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
الله العلي العظيم. يا دي النيله. خير يا محمود في ايه؟ خير ايه بس؟ خير ايه بس؟ ليلى اتقبض عليها وابوها طب ساكت ونقلوها على المستشفى. المصايب نازله رد. يا لهوي، طب استنى هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ سيبيني اشوف ههبب ايه في اللي بيحصل ده. يا اكرم، يا اكرم. يا حضرة الظابط انا ما جاليش استدعاء. انت كنت هربانه عند اختي؟ ما حصلش، انا بس كنت زعلانه مع والدي شويه وسبت البيت عنده ورحت قعدت عندها يومين. دلوقتي ابويا واقع من طوله بسببي. ابويا لو حصل له حاجه انا مش هعيش بعده والمصحف ما هعيش بعده. انت هتفضلي معانا لحد ما تتردى على النيابه الصبح. طب ابويا هيموت فيها والله العظيم. اسف، قانونيا مش في ايدي اي حاجه اقدمها لك، بس كل اللي اقدر اعمله ان انا اديك الموبايل الخاص بتاعي تطمني فيه على والدك. شكرا يا فندم. الو يا فندم، طمني على بابا. بابا تعبان قوي يا ليلى، الدكاتره بيقولوا ان جات له جلطه تاني، بس المره دي اشد من المره اللي قبلها. ربنا يستر، انا خايفه عليه قوي. والنبي يا فندم خليكي جنبه ما تسيبوش عشان خاطري، خلي عينك عليه. طمنيني عليكي انت، هيعملوا معاكي ايه؟ هيخرجوكي؟ لا مش هخرج. اهم حاجه دلوقتي كلمني سوسن او اياد، عرفيهم ان انا ممسوكه في الاسم، خليهم يتصرفوا، وانا لو عرفت اكلمك تاني هكلمك. حاضر هكلمهم، بس خلي بالك انت من نفسك. فاتن. نعم خير. انا جاي اطمن على الحاج. هيبقى كويس ازاي طول ما بيقابل في طريقه الاندال والناقصين؟ الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا نبعد عنه الناس اللي كانوا عاملين ولاد اصول وصايمين العشره، اللي كانوا عاملين كبار وجدعان وطلعوا في الاخر تعابين وابلسه. يا بنت الناس انا جاي اطمن عليه واتوكل على الله. الزياره ممنوعه، ولو مسموحه مش هخليك تعتب برجليك جوه عند ابويا. كفايه بقى اللي عملته انت وصاحبك الزفت. انتوا السبب في رقده ابويا، انتوا ذبحتوه بسكينه تلمع. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنت الناس ما انا زيكم ويمكن اكتر. صاحبي اللي المفروض انه صاحبي، لا صنع عشره ولا عيش وملح. يا سلام. بقول لك ايه يا محمود، الحبه دول تاكل بيهم دماغ اختي الهبله، تضحك بيهم على ابويا الطيب، لكن انا الكلام ده ما ياكلش معايا. انت مش سالك. بكره كل الوش اللي انت راسمه قدام الناس وعامل فيها الراجل الجدع ابن الاصول هتتكشف، وكل الناس هتعرف حقيقتك. تمام. هو انا فاكر انت زيك زي اختي، وانا لو عمري هزعل من اختي ولا هزعلها. ربنا يطمنا على الحاج. السلام عليكم. مع السلامه يا كبير، يا كبير قوي. تعالى يا صاحبي خش. المكان ده من ايام الحاج شرشر الله يرحمه. مفيش اي حد يعرفه غيري، ومفتاحه مش مع اي حد غير انا. يعني المكان ده ما نستخبى فيه يا محمود؟ انا مش فاهمك يا صاحبي. انا مش عارف يا صاحبي انت ايه حكايتك. انت لو ترسيني على الحوار، مستخبي من مين ولا من ايه؟ وايه اللي عمل في وشك كده؟ لو حد ناويلك على شر قول لي وانا ادفنه مطرحه. لا الحكايه مش كده خالص. امال الحكايه ايه بس؟ اوعى تكون انت اللي عامل مصيبه. انا ما اعرفش حصل كده ازاي، يعني غصب عني. انا ما كنتش عملت كده كان قتلني. بص يا ابن الناس، انا طول عمري ماشي دغري، عشان كده تلاقيني قلبي جامد ورجليا ثابته ومفيش حد كسر عيني. وابويا الله يرحمه الحاج شرشر كان دايما يقول لي يعني ان الصاحب سند لصاحبه في كل حاجه الا الغلط. انا مش عايز اتسجن يا محمود.
انا لو اتسجنت هموت. انت الوحيد اللي من صحابي اللي جات له عشان عارف انك لا يمكن تغدر بيا. يعني انا بصراحه يعني ما اقدرش انسى برضه وقفتك معايا في مصر في الكام سنه اللي كنت فيهم في الجامعه. ارمي حمولك على كتف اخوك، انا شيال. شكر قوي. طيب احنا هنقعد وهنحكي في كل حاجه وتفهمني الموضوع بالظبط، بس الاولى دلوقتي اروح اجيب لك لقمه حلوه وهدمه نظيفه وعدي على الصيدليه اشوف هنعمل ايه في وشك اللي باظ ده. اصيل يا محمود. بس انت طلعت ليه الاصل؟ ليه بس يا محمود؟ ليه؟ قلة أصلك وندالتك دي جابتني الأرض. أنا كنت عم العالم دي كلها. بسببك بقت عيني مكسورة قصاد ليلى وعيلتها. ده حتى أمي ومراتي بقوا مستصغريني. ندالتك صغرتني قدام الكل، ما بقتش بتشاف. ومين اللي قال لك اني مبسوط باللي حصل ده كله؟ انا ما كانش عندي اي حل قدامي غير اني اسيب بورسعيد، ارمي كل حاجه ورا ظهري، ارجع اشوف حياتي وشغلي. رجعت لقيت تعبان مستنيني اديله ظهري، والمره دي قرصته والقبر. لا 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 لا، عيالك ومراتك يا اخويا ما لهمش علاقه بجو التعابين والكلام الهبل اللي انت عمال تقوله ده. انت ايه؟ ما بتفكرش الا في نفسك؟ ما فكرتش في الواد الصغير حته اللحمه الحمراء اللي لسه مولود ده، اللي مش عارف لنفسه اب ولا عارفين نطلع له شهاده ميلاد؟ ها؟ انا من كتر ما بفكر فيهم مش عارف انام. هتجنن عايز اشوفه، وخصوصا عمر. عمر ده طالع حلو قوي يا محمود، شبه ليلى. انا كنت عايز اجري واخده في حضني. يا اخي خساره في جدة اهلك، خساره في جدة اهلك. ده غيرك بيتنشأ على ضفر عيل واحد، مش سايب ثلاثه للدنيا تلطش فيهم يمين وشمال. اسمع يا نجل، الندالة عامله زي الرادار، بعد ما بيلقطك بيسيبك تكمل طريقك عادي، بس خلاص بتبقى الغرامه اتحسبت ومدفوعه. وانت غراماتك في الندالة زادت قوي، ووقت الدفع جاي. انا مش هعرف اخدهم دلوقتي. وليد لو عرف انا كنت فين ال10 سنين اللي فاتوا هيفتح النار عليا، وهلبس في حكم تاني. انت جنس ملتك ايه؟ انت ناوي تسيبهم لسه متشعرين في الهوا؟ مؤقتا لغايه اما اجيب رجل وليد، وساعتها اقعد مع بريهان وافهمها، واكلم ليلى اخليها تجيني هي والولاد ونعيش مع بعض في القاهره. هقاو ما بقيتش اكل يا اخويا من وعودك اللي هافق دي. بطل، والعهد اللي بيني وبينك بح. واقول لك على حاجه كمان، انا ناوي احكي الليله على كل حاجه. لا فوق لنفسك يا محمود، انا مش احمد اللي خاف من ضله، انا اكرم هاشم اللي مستني امسحه من على وش الارض. راجع نفسك وافتكر انك متورط معايا وهتقع قبلي. وانا محمود شرشر، وما تخلقش اللي يقتني باي كلام ولا يخوفني يا اكرم. والمكان اللي انت واقف فيه دلوقتي اللي جات لي زمان وبصت ايدي عشان اتويك فيه، يمين بالله لا خليك تبوس جزمتي عشان تخرج مني. يا ابني انا مش مهددك، انت مجنون ولا ايه؟ انا وانت في مركب واحد. جميلك اللي انت عملته معايا هفضل شايله فوق دماغي لحد ما اموت. انا عايزك بس تكمل جميلك معايا، والمره واحده بس يا محمود ما تبصليش على اني ظالم. انا مظلوم، والله مظلوم. بقولك يا محمود يا شرشر، مش عايزين حاجه من عندك يا حبيبي، ورجالتك دول ما يجيش يم بيتنا تاني، انت فاهم ولا لا؟ عيب يا ليلى، ما تضيعيش 10 سنين في ساعه غضب.
لا وانت عارف عيشه السنين قوي يا حبيبي، اوعى تفتكر شويه الطفح اللي انت جايبه ده يا ناسين اللي انت عملته يا محمود، انا ما بنساش. انا لو عليا يا بنت الناس ما شفتيش مني الا كل خير. ايه البكاسه ده يا محمود؟ ما تسمع الكلام يا اخي، ولو تعرضت للبيت ده انا اللي هقفل. يا جدع بطل الخصله اللي فيك دي بقى، بطل الخصله دي وكفاياك نفخ في النار. يا باشا كمان غير ابو ثانويه عامله يتكلم معايا. احترم نفسك، انا اسمي الباشمهندس محمود. يلا ما تفكروش والنبي بالثانويه عامه يا ياسر احسن بيزعل. طب اسمعي بقى يا ليلى بقى الكلمتين دول. انا شفت احمد راكب مع الباشا في عربيته قبل ما اجيلك المستشفى. كذاب كذاب، ولو شفتني ساعتها ما اتكلمتش ساعتها ليه؟ ها؟ طب احلف بالله كده. من غير ما احلف. احلف بالله. انت ازاي ما تقوليش؟ انا ما رضيتش اظلم يا ليلى. هتريح ليلى بنتي. ليلى قالت لي انها شافته بس انا ما صدقتش. قلت اكيد ان هو مش بالفجور ده يجي لحد عندي بعد ما مرمطني في الحجز من تحت راسه. بس ايوه جاي في حمى صاحبه، جاي يكمل عليا. قسما بالله العظيم يا محمود ما هسيبك الا لما توصلني باحمد. يا ليلى نزلي ايدك ما تستغفر الله العظيم. ايه هتعمل لي انا كمان؟ اركب يا ابني. ليلى بقى ليلى. روح يا محمود بقى، امشي يا اخي بقى، يا اخي بقى مشي بقى. غرفة 60 داهية. اياك اشوف وشك هنا تاني يا محمود. وانت ازاي يا ياسر ما تقوليش؟ انت ازاي اصلا سبتيه؟ هو ده اللي همك؟ زعلان يا ليلى. خد يا ليلى. اعوذ بالله. الواحد كان فاكر نفسه بيلم اصحاب، طلع بيلم زباله. طب ايه اللي حصل بس فهمني. الصاحب زمان كان عامل زي الاسد، يقف في ظهر صاحبه ويسنده ويساعده. الصاحب دلوقتي اعوذ بالله بقى عامل زي الكلب المسعور، ينهش في اللحم ويقرقش العظم. يا ساتر. بقول لك ايه، خلينا نركز في حياتنا شويه يا بنت الناس، الله يكرمك. كلمي الدكتور نروح له ونطمن عليكي وان شاء الله يبشرنا خير. حاضر. يلا يا رب كرمنا. يا مسهل يا كريم. الله اكبر. بتعملي ايه؟ مفيش يا اخويا والله، انت بس كان تليفونك منور والله، قلت بس اشوف لو حد كلمك ولا حاجه. بتصوري رسائل من عندي وتبعتيها عندك؟ بالراحه بس يا اخويا هفهمك، انا كنت خايفه عليك تكون بالراحه ايه ونيلة ايه؟ هفهمك. انا بامان لك وانت بتعملي كده معايا؟ في حد تاني بعتي له الرسائل دي وعارف بيها؟ والله ابدا يا سي محمود، وحياه ربنا ما حد شاف حاجه. اهدى بس اهدى. انت طالع وارجع البيت ما يجيش. بابا ولا محمود استنى يا محمود هفهمك. محمود استنى بس واستهدى بالله، والله هفهمك بالراحه. يا محمود يا محمود ارجع البيت ما يجيش. عملتي ايه يا موقوفه؟ خليتيه يطلقك. سيبيني في حالي بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا سمعنا انكم عاملين تخفيضات لطلبه هندسه. كرنيهات حضراتكم بعد اذنك. لحظه حاضر. اتفضل. تمام. عند عبده يعمل واجب هندسي. يدوم الكرم يدوم الكرم يا باشمهندس. محمود يا شرشر، قسما بالله المره دي ما هتفلت مني. هعمل منك ال10 بقرش لو ما كلمت لي اكرم دلوقتي حالا. اكرم مين؟ ما تستعبطش، انا مش فايقه لحواراتك دي. اكرم يا حبيبي، احمد. انجز. حاضر انا زهقت. ايوه يا محمود. مش محمود، انا ليلى يا اكرم. يا احمد السلام عليكم. عليكم السلام. احنا سمعنا انكم عاملين تخفيضات لطلبه هندسه. كرنيهات حضراتكم بعد اذنك. لحظه حاضر. اتفضل. تمام.
عند عبده يعمل واجب هندسي. يدوم الكرم يدوم الكرم يا باشمهندس. محمود يا شرشر، قسما بالله المره دي ما هتفلت مني. هعمل منك ال10 بقرش لما كلمت لي اكرم دلوقتي حالا. اكرم مين؟ ما تستعبطش، انا مش فايقه لحواراتك دي. اكرم يا حبيبي، احمد. انجز. حاضر، انا زهقت. ايوه يا محمود. انا مش محمود، انا ليلى يا اكرم. يا احمد، عامله ايه يا ليلى؟ يا بجحتك يا بجحتك يا اخي، انت لسه بتسال عامله ايه بجد؟ انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا. انا كمان عايز اشوفك. اديني ساعتين كده واكلمك. لا مش هستنى منك حاجه، انت تديني دلوقتي مكان وميعاد اقابلك فيه. خلاص قلت لك هكلمك ونتفق. يلا سلام. لا يا في ايه؟ اطلع بره، مش عايز اتكلم حد. لا طبعا مش هسيبك وانت في الحاله دي، فهمني في ايه؟ محمود الكلب باعني. طب اهدى شويه كده وتعالى نتكلم على جنب عشان وليد واي حد من قراضيش وما يسمعناش. يلا يلا يا اكرم بيه. احكي لي كل حاجه دلوقتي حالا. قبل ما تحكي لي انا عايزه نمرته. ابعتها لي. لا حالا تديها لي. احكي لي كل حاجه من الاول للاخر. عايزه تعرفي ايه؟ عايزه اعرف قابلته امتى وجه ازاي. عايزه اعرف غير اسمه ليه، كانوا هربان من ايه. كل حاجه يا محمود من حقي اعرف. حقك يا بنت الناس، ما اقدرش افتح بقي، بس الله لا يسيئك اعرفي كل حاجه منه هو. انا لا قادر اخون عيشي وملحي معاه ولا قادر اخون عيشي وملحي معاكي. انت يا اخي ازاي كده؟ ازاي؟ بس قسما بالله ورحمه امي ما حسبك يا محمود. سامحيني يا ليلى، سامحني يا اكرم. مش عارف اللي انا بعمله ده جدعانه ولا خسه. كده يا باشمهندس محمود في 1500 جنيه بقى حساب. يا باشمهندس محمود. ايه يا في ايه؟ في 1500 جنيه بقى حساب. بتوع ايه؟ بعدين. ماشي اللي انت عايزه. ماشي. ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا يا استاذه منوره. اتفضلي استريحي. لا تعالى نروح نقف هناك عشان نتكلم براحتنا شويه. ماشي اتفضلي. انا زعلانه منك يا محمود. ليه بس؟ خير؟ كده ما تتصلش زي ما قلت لي. لا ابدا، يعني مشاغل زي ما انت شايفه. اديكي جيتي بنفسك وشفتيني قاعد في المحل. انا جايه اشتكي لك من اللي ليلى عملته فيا يا محمود. تخيل بعد ما شغلتها عندي واديتها مرتب ما كانتش تحلم بيه، ده غير قضيتها اللي كنت بعتبرها قضيتي. تهني وتبهدلني وتكسر عليا المكتب قدام المحاميين بتوعي، وفي الاخر ما رحتش عملت لها محضر اتلف وحبستها. عارف ليه؟ عشان خاطرك انت يا محمود. ليلى اليومين دول كده واخده في وشها ومش فارق لها حاجه. دي جات لي هنا في المحل وقلبت الدنيا. وانت سكت لها؟ معذوره. اللي هي فيه برضه مش شويه. في الاول ولا في الاخر دي واحده ست، اكيد مش هقف لها. راجل يا محمود، مش من دلوقتي، ده انت راجل من ايام المدرسه. انا والبنات كنا بنتراهن هتبص لمين فينا، وبصراحه انا اللي كنت دايما بكسب الرهان. طب انا هروح اجيب لك شوب مانجا سقعان كده بسرعه واجي. طب ما تتاخرش.
لو سمحت. اتفضلي يا فندم اموري. الاقي محل الشرشر فين؟ انهي فرع فيهم؟ مفروع كتير. اللي بيبقى موجود فيه. ده هتلاقي المحل ده عند الطابور اللي عند المعديه. امشي ازاي؟ زي ما انت ماشيه كده طولي وخدي اول شمال. شكرا. العفو يا فندم. تحفة. صحيح يا محمود، أنا سمعت إن عندك مزارع مانجا في الإسماعيلية. الحمد لله عندي 6. لا والله. النبي مراته دي غلبانه راميها واقف لي هنا مع النسوان. بص بقى، احنا عايزين نستغل المزارع دي بطريقة تانية خالص. الله الله يا محمود. ايه ده هو انت؟ اتلمت انتوا على طنطن، انت هنا حلوه. في ايه يا جلبوعه يا قليلة الرباية منك ليها؟ جايين ورايا ليه؟ عايزين مني ايه؟ احنا جلابيه يا معفنه يا معين واسعه. انا اللي ربنا كرمني وخلاني اعرف مين اللي بيتفق عليا ومين اللي بيخزوقني. قسما بالله ما هسيبكم، ما انا اللي غلطانه، انا اللي اختياراتي زباله زيكم. لا تسيبيني انا بقى الطلعه دي، بنتي دي تلزمني. بقى انت يا معفنه يا لئيمه بتبوظي الفيديو على تليفوني، ده انا هشرح وشك هخلي اهلك ما يعرفوش معلم. وسابك خدي يا بس من هنا. انا هسيبك بس يا ما تحطيش ايدك في الدم الواطيه الحيوانه دي. مين منهم يا محمود والنبي؟ مين يا محمود والنبي؟ صلوا على النبي يا اخوانا وتوكلوا على الله، ده مكان اكل عيش. ترى يا محمود بقول لك ايه، انت هتحميها هتسمع من اللي منقي يا خيار. بس يا جماعه ما تلموش عليها الناس احنا في الشارع. ترى ايه حامل حمى يا الرجوله، عندك مبدأ زي ما بتقول. صاحبك وحبيبك قافل تليفونه ومش عارفه اوصل له. لو عندك نخوه او رجوله وصلني ليه يا محمود؟ ليلى قطم احسن من نحت. الموضوع ده خلاص انا غسلت ايدي منه. بعد اذنك خد اختك وتوكلوا على الله من هنا عشان ده مكان اكل عيش. ترى يا محمود انت بتزعل اختي وبتكرشنا من شارع ربنا، مش بالصوت العالي يا حبيبي. لو بالصوت العالي كان الكلب بقى سيد الرجاله. احنا ماشيين يا محمود. حاضر من عناية يا ابن الاصول، بس وديني ما انا سكتالك. يلا بدايه هي تشيلك، اقسم بالله ما هسيبك. يلا القرف ده هم القرف عليه وعليها. في ايه؟ ما بالراحه بنعدي الطريق. ما تتكلمي كويس. ايه الطريقه دي يا ستي؟ ماشي بالراحه ماشيين. كل قرف كله زهقونا في عيشتنا. خلاص كبري دماغك. احنا لازم نوصل لحد في شركه التليفونات، اديله رقم احمد ولا اكرم زفتي ده يوصل لي العنوان. انا اعرف واحد الواد عاشور، بس عارفه هياخد فلوس. يا ستي ياخد اللي ياخده، هديله الفلوس اللي بعتها الزفت احمد ده. ماشي انا هكلمه لك اول ما نوصل البيت. ماشي. يرضيك كده يا محمود؟ خلاص يا سوسن روحي انت دلوقتي. ماشي. هتتصل بيا يعني؟ ان شاء الله. هتوحشني. اغسل انت بقى البرتقال ده. لو سمحت الاقي من فضلك محمود شرشر فين؟ ايوه يا استاذ انا محمود شرشر. خير حضرتك؟ انا بريهان مرات اكرم. اكرم مين من غير مؤاخذه؟ اكرم صاحبك، اكرم هاشم. هو حكى لي عنك زمان وقد ايه كنت اصحاب. هو ما يعرفش حد غيرك هنا في بورسعيد. اكرم هاشم. يا اكرم هاشم، ايوه طبعا. ده انا بقالي بتاع 15 سنه ما اعرفش عنه حاجه. اتفضلي 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 يا استاذ، اتفضلي استريحي. فين اراضيه دلوقتي ولا بيعمل ايه في حياته اكرم هاشم؟ يا اكرم في القاهره زي ما هو. يعني هو ما عداش عليك من يومين؟ يا الواحد دماغه، شوفي الواحد والله دماغه مش فيه مشاغل. لا وعدى عليا من يومين وقعدنا نستعيد ذكرياتنا وعزمته على اكله سمك يعني كانت تستاهل بقك. يعني انت ما تعرفش عنه حاجه بقالك 15 سنه ولا جالك واكلت سمك؟ انا ما اعرفش عنه حاجه بقالي 15 سنه، بس جالي يعني وكلنا سمك مع بعض. انت مخبي حاجه؟ مخبي ايه يا استاذه؟ ما اعرفش. في حاجه انت تعرفها عن اكرم مش عايز تقولها لي؟ استاذه انا قلت لك كل حاجه. يعني انا كان بقالنا سنين فعلا ما تقابلناش، وبعدين جالي وكلنا سمك لقيته الحمد لله كويس وصحته حلوه الحمد لله. طب ممكن تخلي معاك بس رقمي
عشان يعني لو افتكرت حاجه وعايز تقولها لي. افتكر يا استاذه، مفيش حاجه لا افتكرها ولا احكيها. صحيح ده يعني عيب عليا كده، واجب الضيافه ما يطلعش لحضرتك. تحبي عصير ولا كاساته؟ متشكره. الله يخرب بيتك يا اكرم. مراتك التانية جت، مراتك الأولانية جت. من أنت مع مين؟ ده هيكون في تلج. حلو المحل بتاعك معلم شرشر. تشكر يا باشا، أنا الباشمهندس محمود شرشر. انا سامح عبد الوهاب، رجل اعمال من القاهره، كنت بخلص شغل في مينا النهارده. أهلا وسهلا يا باشا، اتشرفت. إن شاء الله تكون اتوفقت وما تكونش آخر مرة ليك عندنا هنا في بورسعيد. لا اخر مره ايه؟ بورسعيد دي مدينه جميله. حلو العصير بتاعك على فكره. انت بقالك كتير شغال في الشغلانه دي؟ من زمان قوي يعني، تقدر تقول عليها وراثة من أيام أبويا وجدي الله يرحمه. وعندك فروع بقى في اي حته تانية ولا في بورسعيد بس؟ ايه الموضوع؟ اسئله كتير من غير مؤاخذه وانا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. عامل اسئله ولا حاجه، بتعرف عليك بس مش اكتر. مش يمكن اكون عايز اشاركك؟ اه طبعا عادي يعني، انا ممكن اخلص لك مصالحك في القاهره والاوراق، ممكن نفتح فرع في حته كمان يبقى فيها زباين كتير. بس يعني والله انا لو عايز افتح في القاهره مش هغلب. وبعدين يعني انت العصير لسه ما شربتوش، جاي بتعرض شراكه على واحد ما تعرفوش، فانا ايه؟ ما جينا بنتعرف اهو. انا ما بشاركش حد. الابره اللي فيها خيطين ما بتخيطش. بالنسبه للعصير اللي عاجبك وانت لسه ما شربتوش، اعتبره هديه من محافظه بورسعيد. شكرا على العصير. العفو يا باشا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت. اهلا. الو يا سوسه، في حاجه ولا ايه؟ اصل مش جايلي نوم، كل ما افكر في الفضيحه اللي عملتها لنا ليلى قدام المحل ببقى هتجنن. ما تفكرنيش الله لا يسيك، انا دمي محروق من ساعتها. انت صح، ما تستاهلش نضيع وقت في الكلام عنها. بقول لك ايه يا محمود، ما تعدي عليا في المكتب بكره نكمل كلامنا. ربنا يسهل ان شاء الله، اشوف ظروفي واكلمك. وانت من اهل الخير. يا صاصه الحق يا باشمهندس، فرع الجمهوريه مسكت فيه النار. يا نهار اسود. ربنا يعوض عليك يا محمود. الخاين جزاؤه الحرب، واظن الرساله وصلت. انت اللي حرقت المحل يا ابن الحرام. لا 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 لا، ما تغلطش احسن لك. دي بقى اخرة الصحوبية واخرة المرجلة، ودي اللي ناخد حقي منك. انت ما تقدرش تعمل حاجه، انت متورط معايا، ولو مسكوني هبلغ عليك. سلام يا صاحبي.
يا محمود. الخاين جزاؤه الحرب. واظن الرساله وصلت. انت اللي حرقت المحل يا ابن الحرام. لا 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 لا، ما تغلطش احسن لك. ودي بقى اخرة الصحوبية واخرة المرجلة، وديني ناخد حقي منك. انت ما تقدرش تعمل حاجه، انت متورط معايا، ولو مسكوني هبلغ عليك. سلام يا صاحبي. منورة يا سوسن. ده نورك يا حبيبة قلبي. محمود يا حبيبي، أنا مش عايزاك تقلق من أي حاجة، كل حاجة وليها حل إن شاء الله. أخبار ابنك إيه؟ لسه رامياه عند أبوه؟ بصي بقى، شوفي الساعة كام؟ يعني خلاص العصر هيدن، يا دوب تلحق الظهر يا أم. نصلي سوا يا حبيب قلبي. بقول لك إيه يا حبيبي، قوم هات حاجة ساقعة لسوسن. قوم قوم. قايم ياما. حاضر. تعالي جنبي يا سوسن. حاضر. قربي كمان شوية يا سوسن. حاضر. اكتسلشن ده ولا ايه يا حبيبي؟ لا ده شعر يا طنط. اوعي تقولي ان دي ضوافرك. لا دي تركيب. ما كل حاجة اليومين دول تركيب. الرموش تركيب والعينين تركيب لا بصي دي رموشي. بصي شعري. يا حبيبتي، قمر 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 قمر. تعبت نفسك ليه يا حبيبي؟ انا مش ضيفه. ولا تعب ولا حاجه ولا يهمك. بص بقى، انا مش عايزاك تقلق من اي حاجه، انا هتابع القضيه بنفسي وهشوف اذا كانت بقضاء الله وقدر ولا بفعل فاعل. كله على الله ان شاء الله. طيب انا هستأذن دلوقتي عشان عندي عملاء مستنيني في المكتب. محتاجين مني اي حاجه؟ تعالى اوصلك. استنى يا محمود، عايزاك تنقلني على الكرسي. طيب انا عارفه الطريق. باي باي. تعالى يا عم. تعالى يا اخويا اقعد. في ايه؟ ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ عادي يا أم. لا مش عادي يا روح امك. لو اللي في دماغي ده صح يبقى من اولها كده اصرف نظر. دي ما تنفعكش. وانت يعني يا أما لو اللي في دماغك صح مش هتنفعني ليه؟ على الاقل هدي مخلفه وعارفين اللي فيها، مش لازم ابدا تجربه من اول وجديد ويا صابت يا خابت. دي قلبها حجر، رمت ضناها ولا بصت وراها. ياما البيوت اسرار ومفيش حد عارف ايه ظروفها. ظروفها مطينه بطين. سوسن دي يا حبيبي بحرها غويط، بكره تبلعك تشفطك. انا في ولا في ياما، والنبي سيبيني انا همشي. تعالى تمشي تروح فين؟ انا عايزاك تجيب لي عروسه تعيش وتعمر، مش جايب لي واحده سقط من قعر الحله. حلة ايه ياما؟ حلة ايه ياما؟ انت بتقولي ايه؟ حلة ايه؟ ليلى معلش اتأخرت عليكي. ولا يهمك. بص الاسم ده. مين ده؟ معرفش، ده الرقم اللي كلمني منه احمد. اختي خدت النمره واديتها لواحد معرفه في شركه التليفونات. لا الرقم بالاسم ده. يعني مين برضه؟ اكيد حد احمد منتحل شخصيته. وريني الملف. بس خلي دي بقى. خدته ازاي من سوسن؟ حطيته في وسط ورق قضيه تانية، لو سوسن عرفت هتوديني ورا الشمس. ما تقلقش، قول لها ان انا خدته في الاوراق وانا ماشيه. تمام. طب كان في ورقه حواله هنا كمان، انا اديتها لها. الحواله دي كانت موجوده في الملف ده.
انا واثقه ان هي خدتها، لان وقتها قالت لي دي زبونه كان بعت لاحمد فلوس من مصر. انا لازم ادور بنفسي لاني مستحيل اثق فيها. فاكره الست دي كان اسمها ايه؟ اسمها بريهان حاجه القاضي، في اسم في النص بس انا مش فاكراه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفت ازاي مكاني؟ بصراحه هو كلمني وانا جاي في الطريق وكان عاوزني ارتب مبلغ بينكم، وانا قلت له انك مستنياني هنا. متشكرين يا سي اياد. هنزنكم. لا انا اللي عن اذنكم. ثانيه واحده بس يا ليلى، بالله عليك اسمعيني. خير، عاوز ايه؟ انا عارف مين هي بريان. مين؟ بريان تبقى بنت عمه، حب عمره واتجوزها اول ما اتخرج من الجامعه على طول، خلف منها واد وبنت. حياتهم كانت ماشيه عادي جدا لحد ما الطوبه جت في المعطوبه، وعمل لاخوها عاهه مستديمه وامتص فيها 10 سنين. انت بتقول ايه؟ انت متخرف؟ ده كذب من كذبك يا محمود، انا عارفه. لا. هو ايه اللي لا؟ امال ايه اللي جابه عندي هنا؟ ليه اتجوزني؟ كان جاي يتدارى عندي لغايه ما الحكم يثبت. لا انت كذاب. يعني يجي قضى مدة حكمه عندي، انا يتجوزني انا عشان يخلص مدة حكمه وبعد كده يمشي، وبالمرة يخلف عيل التالتة ويرميهم. انت اكيد كذاب. الست دي لسه على ذمته؟ الست دي لسه على ذمته؟ رد. هو ما طلقهاش وضحك عليها بكلمتين وفهمها ان ما كانش قصده يحصل اللي حصل وهي عملت باصلها واستنيته لغايه ما رجع لها. مش فاهم. عملت فيا انا كده؟ انت عملت فيا انا كده؟ شكلها ايه؟ يفيدك في ايه بس؟ شكلها ايه؟ انا عايزه اعرف شكلها ايه. حرام عليكي نفسك، ده انا موجوع لك، ما تعمليش في نفسك كده الله يكرمك. عايزه اسمع. انا ما كنتش اعرف شكلها لغايه ما جت لي المحل، حتى ما دققتش قوي يعني كنا مرات صاحبي. كانت عايزه تديني رقمها وانا من غبائي ما خدتوش منها، وانت شفتيها. هي اللي كانت هتخبطك من العربيه. هي دي اللي تسمني انا وعيالي ومشي عشانها. حلوة حلوة حلوة، تستاهلي سيبني عشان. شكرا يا ماما. يا ست الستات ما تقوليش على نفسك كده، هو اللي ما يستاهلكيش وربنا. أنا مش ست الستات، أنا فترة حكمي قضاها عنده وخلاص. مش ست الستات، أنا مش ست الستات يا ماما. ايه ده يا ريس؟ الدنيا على البايظ، حتى المخزن. بس ان شاء الله خير ومقضيه. احنا هنصنفر الحيطان ونكحتها لحد ما نوصل للسياح، وهندل لك الدنيا وهعمل لك المرميه دي كلها وهروقها ان شاء الله. يعني الليله دي داخله لها في كام يا هندسه؟ هو المفروض 780 790، بس قول 750 لاجل عيونك الحلوه. ليه يا عم يا ناقصه؟ يا باشا اسال بره، لو لقيت حد مديك سعر اقل من اللي بقوله لك جنيه هعملها لك على حسابي. طب خش ارفع المقاسات وربنا ييسر. بعون الله مقضيه. الو. قلبي عندك يا حوده. تتشافى فيها زي النسوان. لا، قلنا بلاش طولة لسان وقلة أدب. أنا عمري ما بتشفى بصاحب. أنت صاحبي وحبيبي وعشرة عمر. بص يا حبيبي، أنا قعدت مع نفسي وركزت واكتشفت إني اتسرعت كده، رغم إنك خنتني، بس أنا مسامحك على فكرة. يا جدع السهاله اللي أنت فيها دي. يعني أنت مولع لي في المحل وأنت اللي متصل بيا تقول لي إنك سامحتني؟ لا إله إلا الله. بص، أنا أهلي علموني اللي يغلط غلطة يصلحها. هيوصلك مني 2 مليون جنيه. أظن المبلغ ده كافي إنك تصلح فيه المحل وزيادة يعني. والله بقيت بتتكلم بالملايين يا معفن. هي دي آخرة الصحوبية؟ حبيبي إحنا اللي بينا أكتر من كده. ما تحرقش اللي بينا. يا أخي يتحرق اللي بينا أكتر ما اتحرق. ده آخر كلام عندك؟ وأنت عارفني.
اللي بيخرج من حياتي ما بيرجعش تاني. احكي لي يا محمود، انا عايزه اعرف كل حاجه. انت تعرفه من بورسعيد؟ لا، اعرفه من القاهره، من ايام ما كنا مع بعض في الجامعه، ايام ما كان حلمي ان انا ابقى مهندس بحق وحقيقي، قبل ما اتدبس بقى في موضوع المحلات بتاعت ابويا الله يرحمه واشيل المسؤوليه. انت مش فاهمه الهندسه بالنسبه لي دي كانت ايه. الهندسه بالنسبه لي دي كانت مؤاخذه انا اسف الكلام خد. اعرف احمد من ايام الكليه يا ليلى، كان كل علاقته بالكليه ان ابوه نفسه يشوفه مهندس، ما كانش بيعرف حاجه في الكليه خالص، انا اللي كنت دحيح من كتر حبي للهندسه. اتعرفنا على بعض وبقيت بذاكر له وبقى بينجح بسببي، استجدعنا بعض، طلع واد اصيل وابن اصول وبيقدر كل الناس اللي حواليه. طبعا حسسك انك انت اهم حاجه عنده، وان من غيرك يموت. بيخاف عليك ويحميك كأنك واحد من أهله، كأنك من دمه بجد. يحطك فوق راسه ومرة واحدة بقى بدون سابق إنذار ينزلك على كبر. ليه كده يا أحمد؟